إلا كنتِ من الناس اللي كيعتبروا راسهم أنهم ما عندهمش الزهر وأنه العالم كامل ضدهم، وإلا كنتِ ديما كتحط في مواقف صعبة متشابهة بشكل متكرر اللي كتسبب لك ألم نفسي كبير، كتحس أنه العالم كامل متفق أنه يكون ضدك، فهنا كنقول ليك أنه ممكن يكون السبب في هاد الشي هو جرح أو جروح الطفولة ديالك. إلا كانت هذه أول مرة كتسمع فيها لهذا البودكاست وما كنتيش عارف شنو معنى جرح الطفولة، فيمكن لك ترجع للقناة وتتفرج في الفيديوهات السابقة اللي فايت شرحت فيهم مفهوم جرح الطفولة بشكل مفصل. كما سبق وشرحت، جرح الطفولة هو جرح نفسي كيتكون عندنا ملي كنكونوا أطفال، يعني ملي كيكون عندنا أقل من 7 سنوات وكنكونوا عشنا واحد الموقف صعب مع أحد الوالدين اللي تسبب لنا في ألم نفسي كبير. وبما أننا كنا صغار بزاف فهادشي كيعني أنه ما كانش عندنا القدرة باش نتعاملوا مع دوك المشاعر المؤلمة اللي عشناهم. هنا كيوقع واحد الكبت وواحد الرفض لدوك المشاعر، الشيء اللي كيخلينا كنلبسوا واحد القناع اللي كيحمينا من أننا نتحطوا في مواقف اللي غادي تسبب لينا نفس الألم اللي عشناه ملي كنا صغار. هاد الحلقة غادي نخصصها لمفهوم القناع، غادي نتعرفوا على شنو هو القناع، شنو علاقته بالجرح، وكيفاش كيتكون. المقصود بالقناع هو شخصية كيلبسها الإنسان اللي عنده جرح واللي كتكون مغايرة للشخصية الحقيقية ديالو. هاد الشخصية المصطنعة الدور ديالها هي أنها تحميه من الألم اللي كيحس بيه ملي كيتحط في موقف مشابه للموقف اللي تسبب ليه في الجرح ديالو لما كان طفل. وإحنا كبشر مختلفين، كاين اللي كيلبس هاد القناع غير مرة حسب المواقف، وكاين اللي كيبقى عايش بيه أغلب الوقت. ولكن خاصة نعرفوا حاجة مهمة، القناع ماشي هو شخصيتنا الحقيقية وماشي هو الطبيعة ديالنا، هو غير وسيلة دفاع خلقناها باش نحميو راسنا من الجروح اللي تألمنا بسببها في الصغر. كيفاش تعرف راسك أنك لابس قناع؟ يمكن تعرف باللي لابس قناع إذا حسيتي بأنك بالغتي في التصرف في موقف معين، أو أنك كنتي كتلعب دور ماشي ديالك، أو كتمنع راسك دير شي حوايج كتبغيهم، أو كتمنع راسك أنك ببساطة تعيش حياتك بحرية. وباش نفهمو أكتر ما معنى القناع غادي ناخدو كمثال شخص عنده جرح الهجر. الشخص اللي كيكون كيعاني من جرح الهجر هو شخص اللي عاش مع أحد الوالدين ديالو في فترة الطفولة موقف أو مواقف اللي خلاوه يحس بأنه تم التخلي عليه. هاد الشخص ملي كيكبر كيلقى راسو أنه عنده واحد الخوف دائم من أنه الناس يتخلاو عليه. بطبيعة الحال هو ما كيكونش واعي بهذا الخوف، ولكن كيكون كيبان من خلال التصرفات ديالو. إلا كنت انت هو داك الشخص اللي كيخاف يقول لا، وكنتي انت هو داك الشخص اللي كيدير مجهود كبير باش انه يرضي الاخرين رغم ان هادشي ما كيكونش في مصلحته، فغالبا غادي يكون عندك جرح الهجر. هاد التصرفات اللي شرت ليها ديال انه الانسان ما كيقدرش يقول لا، انه كيدير مجهود اللي كيفوق الطاقة ديالو، او انه هو دائما اللي كتلقاه كيدير مجهودات باش انه العلاقات تبقى مستمرة والناس ما يخليوش. هاد السلوكات هي اللي كتكون لنا القناع. هاد القناع اللي كيكون لابسه الشخص اللي كيكون كيعاني من جرح الهجر هو قناع المتعلق. كيكون إنسان متعلق وكيكون دائما كيحركوا داك الخوف من أنه الناس شي نهار يخرجوا من حياته أو أنهم يتخلاو عليه. مثال آخر هو ديال الشخص اللي كيكون كيعاني من جرح الرفض. كما سبق وشرحت في الفيديو السابق من هذه السلسلة، هو أنه الإنسان اللي كيكون عنده جرح الرفض كنلقاو أنه ديما كيتهرب من العلاقات وكيتهرب من الناس، واللي كيحركوه هو الخوف من أنه يحس براسو مرفوض. كيخاف أنه ياخد المبادرة ويمشي يدخل في واحد العلاقة وفي الأخير يتم الرفض ديالو.
القناع اللي كيلبسو الشخص اللي كيكون كيعاني من جرح الرفض هنايا هو القناع ديال الهارب. هو كيهرب من العلاقات، كيهرب من المواقف اللي ممكن أنها تحسو بأنه مرفوض. هذه الأقنعة ليست فقط أقنعة نفسية أو مجردة، لا، هاد الأقنعة كتبان على الجسد المادي ديالنا. ليز بوربول كاتبة ديال Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même كتقول أنه بإمكاننا من خلال البنية الجسدية ومن خلال الملامح ومن خلال النظرة نعرف كل شخص شنو هو القناع اللي كيلبسو، وبالتالي شنو هو الجرح ديالو. لأنه وخا نحاولوا نخبيو القناع ديالنا ونخبيو الشخصية ديالنا، الجسد ما كيكذبش، ومن خلال الجسد الناس وخصوصا المتخصصين بإمكانهم أنهم يعرفوا شنو هو الجرح اللي عندنا. إلا بغيتي تعرف شنو هي العلاقة بين الجرح والقناع والجسد، تسنى الفيديو الجاي على القناة اللي غادي نهضروا فيه على الجسد وعلاقته بجرح الطفولة.